ليه كده يا ميدو؟ ليه كده؟ اللي فيه ده ما بيبطلوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة في حلقاتنا المميزة والجميلة جدا واللي بنحبها كده، تحس إن هي منعنشة. النهارده الحلقة بتاعتنا متأخرة شوية، لكن ظروف الشغل اعذرونا. الرد على ميدو في حاجات كتير. ميدو امبارح طلع مع إبراهيم عبد الجواد تاني في قناة فضائية واتكلم فيها لتاني مرة في تقريبا أقل من شهر. بس نفس الكلام. اللي لاحظناه في ميدو او اللي لاحظته في ميدو كلكم اكيد لاحظتوه، التوتر. مش قادر يجمع الكلام على بعضه، بيعيد ويكرر ويزيد ويتكرر ويدخل في نقط معينه هو اللي بيتكلم فيها، مش عشان شيء، لانه هو مش عارف يتكلم. ودايما الغرض منه في لقاءاته انه يبرز نفسه قوي ويظهر نفسه قوي ويلمع نفسه. هتقول يا عم هو مش محتاج. لا، محتاج بدليل انه لما كان يجي مدرب اجنبي كان لازم اول مباراه يظهر فيها المدرب الاجنبي في المقصوره يجي ميدو يقعد وراه يبان. ده كذبه برد على كذبه لما قال لما مجلس الاداره جه احنا سيبناه. انت كنت ايه لازمتك او ايه وجودك في النادي اصلا يا ميدو؟ مش عارف. المهم نتكلم عن ميدو. ميدو بيتكلم عن بيقول لك لما ابراهيم ساله قال له ايه الصعوبات اللي واجهت الراجل في الفريق، قال له تكوين الصفقات او تكوين الفريق في الصفقات. ميدو انت ناسي ولا ايه؟ ميدو انت اللي جايب الصفقات الشتويه للراجل، انت اللي جبت الصفقات الصفقه المغربيه والتونسيه اللي ما حدش يعرف عنهم حاجه لغايه دلوقتي للراجل، جفالي ومصدق وما اعرفش مين ومين، محدش عارف حاجه. يعني انت سبب كبير انك في صفقات بعض، عشان نبقى نتكلم حق، بعض الصفقات اللي بيصيروا. ميدو لما انسال عن ايه برضه المشاكل اللي واجهت الراجل والسبب اخفاقات، قال لك تكوين الفريق، ايقاف القيد، المشاكل اللي جوه اللي مش عارف ايه. بس اللي لاحظته قوي انه ما جابش سيره التحكيم. قال لا، ده ميدو اللي كان من قبلها بشهر طلع عمل مؤتمر صحفي واتكلم على التحكيم وقطع التحكيم وقال التحكيم سبب كبير في تراجع نتائج فريق الزمالك. ما جابش سيره التحكيم. بس عادي الناس بتنسى، بس انا ما بنساش. ميدو اللي لاحظته فعلا وباكد عليه تاني انه ما كانش مجمع كلمتين على بعض. إيه 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 إيه. ودي تاخدنا لحاجه مهمه قوي، ان ميدو كان بيتحدى في لقاء ومواجهه مع سيد عبد الحفيظ. يا ميدو انت لو بالوضع ده قدام سيد عبد الحفيظ هيمسحك من وجوه، ولذلك انت بتتفادى مواجهه سيد عبد الحفيظ. بتقول لي ايه؟ بقول لك انت بتتفادى مواجهه سيد عبد الحفيظ، فصدقني بلاش. ميدو بيقول احنا قبل ما نيجي في لجنه التخطيط الدنيا كانت بايظه والدنيا خربانه، ولذلك احنا لو اتاخرنا يا ابراهيم شهر او اتنين كان هيبقى فيه كارثه وكوارث. على اساس ان انت عدلت الميله. عملت ايه يا ميدو؟ جبت صفقات فاشله، جبت اسوريو فاشل، جبت جروس فاشل، جبت بيسيرو فاشل، وكنت معترض على ايمن الرمادي والله اعلم هينجح ولا مش هينجح. فميدو للاسف بيقول احنا لو اتاخرنا شهر او اتنين الزمالك كان ضاع. دايما ميدو اللي لاحظته برضه تاني وباكد عليه بيفخم في نفسه قوي. ميدو قال كلمتين حلوين قوي او وحشين قوي في حق نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. بيقول المجلس ده لما جه ولقى الدنيا مش مظبوطه وما بقاش قادر مسيطر جابني عشان اسيطر عليه الدنيا واظبط له الدنيا. الكلمه دي انا سمعتها مره يا ميدو وانت بتقولها على بيراميدز لما جابوك مدير رياضي، طلعت بعلو صوتك وفتحت صدرك وقلت الناس دي عشان ما بتفهمش في الكوره جابوني عشان اظبط لهم الدنيا. تاني يوم كرشوك بره النادي. هل مجلس لبيب يقدر يمشيك؟ طب هل بعد ما انت عملت اعتذار عرفت غلطك فين؟ انت مسحت بمجلس لبيب الارض زي ممدوح بيه عباس واكتر. ميدو اول ما جه لك احنا نزلنا، لما نزلنا نبص المفروض احنا شغلنا في المكاتب ونشرف بس، احنا نزلنا لقينا الدنيا بايظه والدنيا خربانه. برضه احنا بيمجد ويعظم ويفخم، احنا شغالين بايدينا. انا قلت من حوالي شهرين بعد مجيه ميدو هو حازم امام، قلت لكم ميدو وحازم امام هيشتغلوا بكل قوه عشان يبقى رئيس النادي ونائب رئيس النادي. لو رجعنا الكلام ميدو امبارح هتلاقيه بيقول ان في واحد في النادي وفي مجلس الاداره او جوه النادي ومسؤول بيخبط فينا. بيقول ابراهيم قال له بيعرقلك؟ قال لا ما يقدرش يعرقلني. يعني بيحاول يعرقلك؟ لا ما يقدرش يحاورني، ما يقدرش، مش ما بيحاولش يعقرني، ما بيعرفش، لكن بيضرب فيا.
يعني ايه بيضرب فيا؟ مش فاهم. فميدو دايما شغال بايده، وطبعا طلع ميدو وقال كلمتين حلوين طبعا بالانجلش، والمدير الرياضي والفتنس والمش كلام بالانجليزي حلو قوي كده من اللي بيضحك بيه على كون جمهور نادي الزمالك للاسف. فميدو ما كانش مسيطر على اعصابه ومش مسيطر على تفكيره، ولذلك ابراهيم عبد الجواد مش قادر يديله واحده يخلص عليه، لان طبعا ابراهيم وميدو حبايب. كل ما ميدو يتزنق في سؤال يقول له انا هقول لك تاني، احنا جينا بنشتغل بايدينا ومشرفين، لكن احنا نزلنا نشتغل بايدينا. هتعمل ايه؟ واحنا هنجهز الصفقات ونجهز كل حاجه ونسلمها للمدير الرياضي ونسلمها لمدير التعاقدات. نفس الكلام قالوا مره اثنين ثلاثه. فميدو بيخبط الدنيا. ميدو مالك السوشيال ميديا، بيرد على السوشيال ميديا بيقول ان احنا لما في حد بيطلع يقول كلام على السوشيال ميديا وبيقول فيا ويا انا مش هرد على السوشيال ميديا. لا، ده انت يا ميدو استاذ السوشيال ميديا، بس كلامك منه مش على هواك والضرب كله جاي على دماغك، فانت مش قادر ترد. ميدو في ناس في الزمالك او جمهور الزمالك اصحابي والله بنفس اللفظ، وفي تعليقات على القناه هنا وعلى الفيديوهات هنا بيقولوا ان ميدو باع الزمالك لبيراميدز. بكره نتاكد من الكلام ده. بيقول لك ان ميدو مش هيعمل مشاكل مع زيزو لان الزمالك بيتعامل معاه باحترافيه والكلام ده كله. يا ميدو انتوا هديتوا زيزو، وبتقول ان احنا بتقول في فيديو من الفيديوهات ان انا الثلاثه دول استبعدت ان هم يمشوا عادي. يا ميدو انتوا محروقين من رحيل امام عاشور وزيزو، بن شرقي كده كان سايبكم. سب ميدو لمجلس اداره الزمالك والتقليل منه. والله فعلا لما قال ان المجلس ده لما العمليه فتحت منه ومش قادر يسيطر جابني عشان اعدل له الدنيا. انا ابن نادي الزمالك، انا اللي اقدر اخدم في اي مكان. مع انك يا ميدو للاسف جمهور الزمالك كان بيقول عليك شاطر في انك تقدر ترد على اي حد وبتعرف تتكلم، بس بعد الحلقه دي من التهتهه والكلام الكتير بان ان ميدو ضايع. ونظريه المؤامره من داخل النادي زي ما احنا قلنا لما قال لك في واحد بيهد في النادي وبيضرب في النادي. مش عارف، لكن طبيعي. هو ده نادي الزمالك يا جماعه. نادي الزمالك انا قلتها قبل كده في فيديوهات بيحبهم ياخدوا كل حاجه لنفسهم. يعني انا مسكت منصب يبقى انا ومحدش غيري، انا وانا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا اللي بروح وانا اللي باجي وانا اللي برفع وانا اللي بنزل. زي المستشار مرتضى منصور كان بيقول انا لدرجه انه انا برضو كان هو اللي بينزل يرفع الكاس. هو ده الزمالك، وهم دول للاسف المتصدرين المشهد في نادي الزمالك. هم دول اللي واخدين الصيت في نادي الزمالك. هم دول اللي حاجزين مكانهم في كل مكان بيتقال عليه بنحب نادي الزمالك. يا ريت بجد نادي الزمالك يشوف مين اللي بيفيد ومين اللي بيستفيد. اللي بيفيد النادي يبقى له مكان، واللي بيستفيد اتمنى ان يزيحه. اقول لي كل واحد يقول له خليك في مجلس ادارتك اللي بيجيب من المليار. انا بيخش لي مليارات، فانا بصرف عشان يجيب لي المليارات، او بلاش المره ده عشان بتعبكم. انا بصرف ملايين فبتجيب لي ملايين الملايين. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه كل واحد عارف شغله فين وبيتحرك فيه. ميدو عايز يعمل نفس النظام، بس احب اقول لك انت نفسك ما بتطبقش النظام ده. انت لوك 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 وانا انا ثم انا ثم انا ثم انا. للاسف نادي الزمالك ملوش عدله، وخصوصا بعد ما باعوا النادي وكل شيء للنادي وجمهور النادي كمان لصالح بيراميدز. معلومه صغيره او سؤال صغير، ميدو لما اتسال قال لك لو الاهلي ما اتخصمش منه 3 نقاط قال لك مش هنروح مباراه بيراميدز. ما تجيش، مش هتفرق، عادي، انت الخسران مش انا، انما انا اخد حقي ثالث ومثلث النادي الاهلي. امال لو مباراه الاهلي والزمالك اتعادلت هتعمل ايه؟ شكلك هيبقى وحش وحش وحش. وبعدين يرجع يقول لك احنا راينا استشاري. طب انت باماره ايه او بناء على ايه تقول انا مش رايح؟ انت ايش دخلك؟ ليه دايما محسس نفسك ان انت اللي بتتحكم في النادي؟ ممدوح عباس بيتحكم في النادي، ميدو بيتحكم في النادي، حازم امام بيتحكم في النادي، الجنايني بيتحكم في النادي، حتى العدل بيتحكم في النادي، وحسين لبيب شاطر يكتب نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. هو ده اخر او مجمل حسين لبيب. ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وجمهور الزمالك يا ريته لو يتقل الشتيمه شويه لان الموضوع بقى خفيف قوي، بس انا بقول الحقيقه من واحد من جمهور النادي الاهلي بيحب نادي الزمالك. وسؤال صغير، جمهور نادي الزمالك هيشجع الزمالك ولا بيراميدز في مباراه الدوري ولا هيشجع الزمالك ولا بيراميدز في نهائي الكاس؟ مش هيفرق معانا لان جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش غير الاهلي.
موعدنا النهارده مع المصري، واستنوني في لايف بعد المباراه. ادعوا كلنا نقول يا رب الاهلي يعود بانتصار من برج العرب عشان نضغط ونركب الدوري ونضغط نفسيا على بيراميدز. ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم، دعمكم ليا شرف ليا. سلام عليكم.